برجع لضيوفي في الاستوديو سيادة اللواء حسام لاشين وسيادة العقيد عمرو عمار. عاوزة أسأل حضرتك، ويمكن من خلال كلام سيادة اللواء عن أنه كانوا تقريبا مركزين قوي ان يكون هناك قتلى ويكون هناك من او يكون هناك دماء في فض هذا الاعتصام، وتحديدا ان كانت هناك بعض المحاولات للتفاوض لفض الاعتصام بشكل سلمي وبشكل يعني في نوع من عدم استخدام العنف او القوه، وكان رد الاخوان على ذلك انهم رافضين تماما لفض الاعتصام. وكان طبعا رد كان قادم من خيرت الشاطر انه حتى لو مات عشرات الالاف من القتلى لن نفض الاعتصام الا اذا عاد محمد مرسي مره اخرى ولو لساعه واحده الى الحكم. فكان رده انه يموت عشرات الالاف. فهل كان تركيز الإخوان في هذا التوقيت أنه يكون هناك قتلى عشان يعملوا حالة من الثأر لهؤلاء القتلى؟ يعني لازم ناخد حقهم من الشرطة ولازم ناخد حقهم من الدولة، فكان تركيز الإخوان على هذا الموضوع ولا كان هناك جانب آخر من الجوانب اللي كانوا بيفكروا فيها تجاه هذا الموضوع؟ لا، هو ده الفكر الأيديولوجي بتاع التنظيم الدولي للإخوان عموما. الدماء ده فكرهم من أيام حسن البنا وسيد قطب. الدماء هنا حينما تسيل على الأسفلت هو وقود للثورات، هو وقود لتأجيج المشاعر للمغفلين إذا صح التعبير أو للمغيبين عقليا. فدي اللعبة اللي لعبوها الإخوان. نفتكر برضو زيادة في الكلام بتاع حضرتك صفوت حجازي لما طلع قال هتتوقف الاعتصام في الوقت آسف هيتوقف محمد البلتاجي أو البلتاجي هيتوقف الأحداث في سيناء في الوقت اللي هيعلن فيه عودة مرسي إلى الرئاسة. بالظبط. هرجع لحضرتك لهيومن رايتس ووتش. أي تقرير في الدنيا، ومعالي مساعد وزير الداخلية يعلم هذا تماما، إن لما بتيجي هيومن رايتس ووتش تكتب التقرير بتاعها متى بدأ الاعتصام، أسباب الاعتصام إيه، وبعدين أثناء هذا الاعتصام ماذا حدث، وبعدين فض الاعتصام وما تلا الاعتصام. الأحداث ما قبل معروفة والفيديوهات كلها موجودة واتنشرت على كل الوكالات الأنباء العالمية. ما بعد ماذا حدث؟ حدث إن في كل قرى الصعيد وفي مدن الصعيد، في سوهاج، في أسيوط، حرق للكنائس، تهجير للإخوة المسيحيين، فرض أتوات على البعض منهم، قتل وذبح للشرطة في أقسام البوليس. طبعا مش عايزين يوم فض الاعتصام. طبعا الشعب فاكر كل هذه الأحداث، ولكن لما تيجي هذه المنظمة المشبوهة تقف عند يوم فض الاعتصام ولا تذكر ما بعد الاعتصام، لأن هم ملاصقين لبعض الحدثين، يبقى هنا في شبهة، وشبهة مؤكدة بالتأكيد يعني. طب الشبهة دي ليه؟ وهيومن رايتس ووتش ده عايزة من حضرتك ايه؟ هي ببساطة شديدة أمريكا في 1948 لما طلعت بشعار بديل عن الاتحاد السوفيتي، طلعت بشعار اسمه الديمقراطية، وبالتالي أسست مؤسسات ما أطلقوا عليها نشر الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان. ده الكرباج او نسميه باللغه العاميه العصا والجزره. ان حضرتك عايزه تأدبي المملكه السعوديه، تيجي تحت طوعيتك تهدديها بحقوق الانسان عندها فترضخ الى الاجنده المكروهه عليها. تيجي عند مصر برضو نفس القصه. اذا هذه المنظمات هي منظمات في الاصل منظمات مسيسه وليست منظمات داعيه الى حقوق الانسان. ان كانت هذه المنظمه داعيه لحقوق الانسان لازم تكتب لنا تقرير عن حقوق الانسان، الاخوه المسيحيين وما حدث لهم من التنظيم الدولي بعد فض الاعتصام، تكتب لنا تقرير عن العراقيين المسيحيين اللي بيهجروا من بيوتهم النهارده، عن الايزيديين اللي في العراق فوق في الشمال دلوقتي اللي بيهجروا، وبالمناسبه النهارده اترمت لهم عن طريق طيارات بريطانيه وطيارات استراليه مؤن وميه وعيش، قمه في الاذلال. في الحقيقه ما شفناش هنا هيومن رايتس ووتش تتحدث عن حقوق الانسان، ما بنشوفش هذه المنظمات تتحدث عن حموم الانسان بتاعتهم وليس حقوق الانسان الا فيما يخص الاجنده الصهيو امريكيه بتاعتهم. اذا كل التقرير بتاعه هو تقرير مشبوه لمزيد من الاحتقان داخل الشارع المصري، لمزيد من كسب الاخوان ارضيه يقدروا يشتغل عليها الفتره القادمه ضد السيد عبد الفتاح السيسي. نرجع اخر كلمه هقولها لحضرتك، لما تشوفي كل التقارير اللي بتصدر النهارده من الاوساط الامريكيه بتتحدث عن فكره الاستثمار في الشعب المصري من خلال دعم منظمات المجتمع المدني اللي هي اختزلوها في المنظمات الحقوقيه فقط لا غير. خلي بال حضرتك، والمعونه كلها اللي استقطعت على مدار 15 سنه الاخيره من الاقتصاد المصري
كانت بتروح ليس لمنظمات المجتمع المدني ككل، كانت موجهه الى المنظمات الحقوقيه فقط لا غير. اخر نقطه، معالي الوزير اتكلم في نقطه مهمه جدا في المداخله، قال لحضرتك ودي طبعا مفهومه، هيومن رايتس ووتش لما تيجي تكتب تقرير عشان تجيب داتابيز ليها تعتمد عليها حقيقيه، بيبقى ليها اذرع في كل دول العالم. الأذرع بتاعتها هنا في مصر هي المنظمات الحقوقيه اللي عند حضرتك هنا اللي بتتمول منها. وبالمناسبه بتتمول منها يعني بتتمول من اليهود، لان هيومن رايتس ووتش اللي بيصرف عليها هم اليهود، وخاصه جورج سوروس المعروف. يعني التقارير اللي قدمتها هيومن رايتس ووتش كانت مستنده على بعض التقارير اللي كانت مبعوثه لها من هنا لا من لا مصر خالص، من لا منظمات؟ لا لا بالعكس. بالعكس، إيه؟ ما هو ده اللي قاله سياده اللواء في المداخله بتاعته. هي المفروض بتاخد معلوماتها منين؟ من الاذرع بتاعتها اللي موجوده في مصر، من مؤسسات نشر الديمقراطيه او من منظمات حقوقيه اللي هي في الاساس تابعه ليها. تمام. المداخله سياده اللواء قال لحضرتك ان هو لم يستند الى تقرير مركز ابن خلدون، لم يستند الى تقرير منظمه حقوق الانسان المصريه. طب استند على ايه؟ استند على كلام مرسل من الاخوان المسلمين. اذا هنا حتى المسار اللي هو سلكه عشان يستنبط الحقائق مسار مشبوه، لانه لم حتى يستند على الاذرع بتاعته. ليه؟ لان هو في الحقيقه فاجئ ان المنظمات اللي هو صرف عليها سنوات وسنوات، المنظمات دي في بعض منها ابتدى الحس الوطني عندها يظهر لما لقى ان هناك اسقاط للدوله المصريه، وبالتالي الضمير والوجدان الوطني بتاعه خلاه يمسك قلم محترم ويكتب الحقيقه محترم. فلما لقى ان الراجل بتاعه في مصر فاق، فبالتالي هيقول له تعالى اديني التقرير بتاعك، وهو عارف ان هو كاتب تقرير يدين للاخوان. فكان لازم هنا يخرج بره الاذرع بتاعته. نعم. طيب يعني